كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال سبحانه بهداه ولم يقل بهم، ليبين لنا عز وجل أن العبرة بالمنهج لا بالأشخاص، وأن الحق يعرف بدليله لا بقائله، وأن كمال الاقتداء إنما يكون على كمال الاهتداء، وأن من أراد أن يقتدي فلا يقتدي إلا بالمهتدي. ولهذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا مطلوبا من أعظم المطلوبات وغاية من أجل الغايات، وهي الهداية إلى صراط الله المستقيم، حيث ندعوه سبحانه وتعالى في يومنا وليلتنا مرارا بأن يهدينا هذا الصراط، كما قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، في أعظم سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة، في كل ركعة نقرأ قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، طالبين منه عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، لا قصور ولا نقص ولا تقصير، لا غلو ولا بغي ولا طغيان، بل هو صراط مستقيم كما قال عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو التمسك بالوحي، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ربنا عز وجل في هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة قدم طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، ثم بين عز وجل من هم السالكون لهذا الصراط والسائرون عليه، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، وأبهم ذكرهم في هذا المقام في سورة الفاتحة ليبين من هم هؤلاء الذين سلكوا هذا الصراط والذين أنعم الله عليهم، فقال عز وجل: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكل ذلك لبيان أن المنهج أولا والأشخاص والرجال ثانيا، فاعرف الحق والمنهج أولا تعرف أهله ثانيا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو